يا صباح الفل، صباحكم هنا وتفاؤل وسعادة، صباحكم كل حاجة حلوة. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده هنعملها نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده ايه ترويقة حلوة. بما اننا صاحيين الصبح بدري، مفيش بقى شغل النهاردة وصحينا بدري، نقوم بقى نعمل ترويقة حلوة كده للشقة. طبعا متعودين مع بعض ان لازم كل فترة كده نعمل يوم لنفسنا. يوم كده بقى من غير ترويق، من غير اكل، من غير غسيل مواعين، من غير غسيل، الكلام ده كله. طبعا ده مش معناه ان احنا مش هنروق الترويقة العادية، لا. تقومي كده تسوي حاجتك وبعد كده نشوف هنعمل ايه في يومنا، وازاي تقدري توفري لنفسك راحة، ويوم كده تاخديه اجازة من كل حاجة. انا النهاردة صحيت بدري بما ان انا مرحتش الشغل، عندي اجازة. صحيت بدري، وبصراحة اللي ساعدني ان انا اقوم كمان ان زين النهاردة صحي بدري. قمت الصبح بقى لبست الولاد وراحوا المدرسة، وبعدين زين طبعا صحي على الصوت، الساعة كانت 7:30. فقام بقى ايه صحي معايا، طالما بقى زين صحي ما كنتش هعرف ارجع انام تاني. قلت خلاص بما انه بقى صاحي، نقوم نشوف ايه اللي ورانا، والنهارده يبقى يومنا بقى فري كده. ما نعملش فيه بقى ولا نطبخ ولا نعمل ندربك دنيا ولا غسيل ولا الكلام ده كله. قلت بقى امسك الانتريه كده، افتح الشبابيك الاول، الشمس بقى تدخل. إيه هوا الصبح ده يخش، الهوا اللي بيرد الروح ده. صراحة احلى شوية هوا واحلى شوية شمس ممكن تستمتعي بيهم. والله العظيم الشوية بتوع الصبح بتوع الساعة 7 دول، بجد عايزة اقولك ان الشمس بتاعت 7 دي اللي هي من 7 ل9 مفيدة جدا. مفيدة جدا للعظم وللبشرة ولجسمك عامة. يعني حتى لما تيجي تروحي الدكتور او حاجة تبقي بتشتكي من عظمك او كده، دايما يقولك ممكن يكون عندك نقص فيتامين د. ونقص فيتامين د ده بتعوضيه بالشمس، بس مش الشمس بقى بتاعت الظهر الساعة 12 واحدة الظهر يجيلك ضربة شمس، لا. الشمس اللي هي من 7 ل9. والله العظيم أهم شوية شمس ممكن تقعدي فيهم، وجسمك فعلا ياخد منهم فيتامين د، يعني أحسن من أي علاج ومن أي أدوية. طبعا زي ما انتوا شايفين زين مشاركني تروية الصبح. عايزة أقول لكم إن هو جنني، ماشي ورايا في كل حتة. زي ما انتوا شفتوا لميت شوية غسيل كده كانوا على الحبل، وقلت بقى لما اخلص كل اللي ورايا خالص واقعد كده وانا بشرب كوباية الشاي بقى اقعد ايه اطبقه. ده ما يعتبرش كده ان احنا روقنا ولا عملنا روتين قوي ولا حاجة، لا. دي حاجات عادية كده بتتعمل، حتى اليوم اللي تقولي فيه انا هقعد لنفسي لازم بيبقى عندك شوية تريكات كده صغيرة بتعمليها. هنا بقى روقت الانتريه خلاص وفتحنا الشبابيك. دخلت بقى اوضه الولاد بما انهم بقى في المدرسة، قلت امسك الاوضة برضو اروقها ونظبطها كده. عايزه اقول لكم والله الفيديو ده انا مصوراه بقالي 4 ايام، بس ما نزلتوش بقى ليه. طبعا انا كنت انتظمت الحمد لله، وبقيت انزل فيديوهات يوم ويوم لا على القناه، والحمد لله المشاهدات كويسه جدا. بس للاسف عندي مشكله بقى، لسه ما عملتش اللي هو اثبات الملكيه بتاع القناه، فوقفولي الربح بتاع القناه. فكنت متضايقه جدا، وقعدت اقول خلاص انا مش هنزل فيديوهات غير لما احل المشكله. وبعدين قلت لا، ما انا لو ما نزلتش في فيديوهات المشاهدات هترجع تقع تاني. وبعدين اصحابي بيزعلوا، بيقعدوا يقولوا لي مش بتنزلي فيديوهات ليه، وانا ما اقدرش على زعلكم. فبصراحة قلت لا، انا اللي هيشجعني ان انا اخلص كل اللي ورايا يعني، واعمل اللي هو اثبات الملكية بتاع القناة، ان انا اواظب وانزل فيديوهات علشان كومنتاتكم الجميلة اللي بتبعتوا تقولوها لي. عايزاكم بقى في الكومنتات النهارده تدعوا لي كده كتير ان ربنا يوفقني والمشكله بتاعه القناه دي تتحل، لان بجد والله العظيم مأثره عليا جدا. انا بس مش عايزه يعني يعني اتكلم في الموضوع كتير لاني بتضايق، وانا مش طالعه بصراحه اديكوا طاقه سلبيه خالص النهارده. يعني اصلا مش راكب معايا اديكوا طاقه سلبيه عايزه اديكوا طاقه ايجابيه كده، لان بجد الفيديو اللي انا عملته ده كنت فعلا مبسوطه فيه قوي. اليوم كان حلو جدا. انا بحب اصحى بدري، اليوم اللي بصحى فيه بدري اخلص كل اللي ورايا بجد بحس باليوم، وبحس قد ايه ان انا انجزت كده. وبلاقي عندي وقت اقعد فيه مع نفسي، اعمل حاجة اشربها، اقعد على التليفون، اشوف مسلسل حلو اتفرج عليه، فيلم. عكس خالص لما بصحى متأخر، وعكس لما بروح الشغل كمان. لاني حتى لو رحت الشغل برجع الظهر وكأني لسه صاحية يعني، بيبقى كل الوقت اللي فات ده للشغل، فببقى لسه كأني صاحية من النوم، فببتدي كل حاجتي في الشقة متأخر، فبرضو ما بحسش باليوم.
بحس ان اليوم عدى ما لحقتش اخلص فيه حاجتي، ما خدتش راحتي كده، ما كانش عندي ساعة فاضية اشرب فيها حاجة او ان انا اقعد فيها مع نفسي. بحس ان اليوم بيخلص. لكن بصراحة اليوم اللي باخد فيه الاجازة وبصحى فيه بدري بجد هو ده اليوم اللي بحس فيه باليوم كله. انا في ايام على فكرة باخد فيها اجازة وما بصحاش بدري وببقى متضايقة جدا والله. يعني انا بفضل اقول انا يوم اجازة بقى اصحى براحتي مش عارفة ايه، بس بحس ان اليوم بيضيع مني. لكن لما بصحى بدري زي النهارده كده يعني شفت والله العظيم انجزت كتير. انا طبعا ما عملتش حاجه، هي مجرد ده الترويق العادي بتاع كل يوم. يعني دي الترويقه العاديه. طبعا بالليل بنبقى سهرانين بقى قدام الشاشه والولاد ومش عارفه ايه، والكنب بقى مبهدل والخداديات مرميه واللي مش عارفه شرب حاجه وسابها مكانها. فده طبيعي. محدش بيروق بالليل قبل ما بينام. كلنا اي ست مصرية مهما كانت نظيفة بتيجي في الوقت اللي هو بتاع السهرة ده، بعد السهرة ما بتخلص طبعا ما بتقدرش تقوم تعمل اي حاجة، حتى لو شاربين عصير واكلين حاجة حلوة بتلاقي المواعين دي في الحوض اوريدي لغاية تاني يوم الصبح. فالتروية اللي انا بعملها دي تروية عادية جدا، احنا مش بنعمل بقى اللي هو الروتين العميق والكلام ده. تروية عادية دي بتتعمل كل يوم. حتى لو رحت الشغل اللي هو باجي من الشغل افتح الشبابيك اهوي الشقة، اروق الانتريهات، لو الكسوة بتاعت الانتريه مش معدولة بعدلها، ونكنس الارض ممكن عشان بالليل يعني ممكن الولاد يبقوا سهرانين يوقعوا حاجة يدلقوا حاجة انا ما بقاش واخدة بالي كده. فده العادي يعني. هي بتفرق بس في ايه ان انت تبقي صاحية بدري. قد ايه والله العظيم صحيان بدري ده مفيد جدا 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 جدا. او زيزو بيقول لكم عاملين ايه؟ زيزو كان صاحي بدري عمال اقول له يا ابني انت اللي زيك لسه نايم. احنا كنا بدري جدا، يعني عايزه اقول لكم الولاد نزلوا حوالي 7:30، وعقبال بقى ما ظبطنا الدنيا كده كانت الساعه 8 ابتديت بقى افتح الشبابيك واروق. فانا بقول له يا زين انت صاحي بدري ليه؟ زي بقى ما انتوا شايفين اهو خلاص خلصت الانتريه ده كمان هكنس الارض عشان كده يبقى خلصنا خالص. مفيش اي حاجه تتعمل، هي بس مفيش غير اوضه النوم بتاعتي ودي انا ما عملتهاش معاكم لان ابو يوسف كان لسه نايم. ابو يوسف طبعا بيسهر طول الليل، عايزه اقول لكم ايده مبهدلاه حرفيا، بتيجي بالليل ما بينامش من كتر الالم، فبيفضل صاحي طول الليل ممكن ينام 3 4 الصبح. اوقات ببقى بلبس الولاد وبديهم المدرسه وهو لسه صاحي ما نامش. فعشان كده ما روقتش معاكم الاوضه بتاعتي المره دي عشان هو كان نايم. لكن برضو في الترويق العادي اللي بنعمله كل يوم نقوم بقى كده نروق الانتريهات والسفره واوضه الولاد واوضتي. حتى السفره كمان كانت متروقه ما كانش عليها حاجه، يعني ما بناكلش عليها اصلا. اكتر بقى من لو بيوسف لما كان بيبقى راجع من الشغل مثلا لو جايب حاجه شنطته وحاجه بيبقى سايبها على السفره وخلاص. لكن غير كده السفره ما بيبقاش عليها حاجه. حتى الولاد من ساعه ما جبت لهم الترابيزات بطلوا يذاكروا على السفره. كل واحد بياخد ترابيزته على سريره وبيقعد وبيذاكر، ما بقاش فيها كركبه قوي يعني. فكل فتره كده ممكن اشيل مفرش السفره ولمع الازاز بتاع السفره لمع الكراسي، لكن ما كانش فيها حاجه تستدعي ان انا اروقها المره دي يعني. هنا كمان بقى دخلت المطبخ نغسل بقى مواعين بتاعت السهرة بالليل. يعني اللي كان جعان بقى وغرف أكل وكل، اللي جاب شوية عصير من التلاجة وشرب، اللي عمل شاي كده يعني. فطبعا كل الحاجات دي بقى قبل النوم بصراحة لا ما بقومش أعمل. إلا بقى لو خلاص السهرة واخداني أو مثلا الولاد خلصوا سهرتهم وهيناموا وأنا لسه مش جايلي نوم، ومثلا ما فيش حاجة في الشاشة اتفرج عليها او زهقت من الموبايل ولسه عايزة اسهر، ممكن اقوم بقى اروق الشقة بالليل كده في الروقان وهم نايمين. اغسل المواعين اظبط المطبخ. لو عندي اكل مثلا هصبح اطبخه مثلا فراخ او حاجة اطلع من بالليل واظبط الدنيا كده يعني. لكن غير كده لا، اطباق السهرة دي ممكن تبات في الحوض عادي بالنسبة لي. بس انت طبعا ما تعمليش زيي، انت خليكي اشطر واحسن، يعني لو تقدري تخلصي كل حاجتك قبل ما تنامي ده طبعا بيكون احسن لك، تبقي قايمة فايقة كده الصبح وراكيش حاجة. طبعا عايزة اقول لكم النهاردة انا عملت كل الترويقة دي، روقت بقى الانتريهات وكنست وفتحت الشبابيك وروقت اوضه الولاد ودخلت المطبخ غسلت المواعين. وبعد كده عايزه اقول لكم بقى قعدت مع نفسي عملت كوبايه شاي بلبن الصبح، وقعدت بقى مع نفسي قدام الشاشه كده. كان في حلو فيلم كده جميل اتفرجت عليه بصراحه، فيلم ابيض واسود لان انا من عشاق الابيض واسود على فكره. وقعدت بقى مع نفسي كمان زين كانت عينيه مكسره فنيمته، وبعد كده قعدت بقى عملت كوبايه الشاي بلبن ودخلته جنب بابا وقفلت عليهم الباب وقعدت بقى مع نفسي. قد ايه انا بعشق اليوم دوت اللي ببقى مخلصه كل اللي ورايا وبلاقي ساعه كده اقعد فيها مع نفسي في روقان.
روقان بقى الولاد بقى في المدرسه، مفيش يا ماما تعالي ذاكري لي، ماما راجعي لي، لا ماما تعالي حطي لي اكل، ماما اعملي لي عصير، لا ماما اعملي لي مش عارفه ايه. ببقى كده قاعده مع نفسي، عارفه بحس ان انا رجعت الايام زمان قبل ما اتجوز، لما كنت بقى مع نفسي كده، اللي هو انا اللي كنت بطلب يا ماما اعملي لي كذا، يا ماما هاتي لي كذا. فبحب قوي بصراحه اليوم اللي لما ببقى واخده اجازه من الشغل واصحى بدري واخلص كل اللي ورايا. انتي كمان لو ما بتشتغليش بجد والله نصيحه مني، اصحي بدري وخلصي كل اللي وراكي، هتلاقي يومك طويل وهتلاقي وقت تقعدي فيه مع نفسك، وهتبقي مخلصه فطارك وهتبقي مخلصه غداكي، وهتلاقي وقت تقعدي فيه مع نفسك. يعني تهتمي بنفسك، تعملي حاجة لروحك بتحبيها، تقعدي حتى مع نفسك كده في اوضتك، تقعدي في الصلاة في هدوء. بجد قد ايه الاحساس ده حلو، صدقيني لما بتعملي كده لو مرة في الاسبوع بيديكي طاقة ان انت تكملي بقية اسبوعك. ما تخليش الدنيا تاخدك من ترويق بيت ومذاكرة ولاد للأكل للشرب، فجأة هتلاقي نفسك نسيتي روحك خالص، ومرة على مرة هتبتدي تهملي في نفسك، وطبعا ده غلط. لاني عايزة اقول لكم الراجل ما بيفرقش معاه كل اللي احنا بنقوله ده، هو اهم حاجة عنده الست اللي معاه واخدة بالها من نفسها، كويسة مهتمية بنفسها. طبعا نظافة البيت مهمة ونظافة الولاد والاكل والشرب وكل حاجة، بس برضه هو في الاول وفي الاخر محتاج يحس ان في ليدي عايشة معاه في البيت، محتاج يحس ان في ست معاه في البيت. فنصيحة مني، ما تسيبيش يومك يسرقك من نفسك، ولا اهتمامك بولادك وبيتك يسرقك من نفسك. لازم يكون ليكي ساعة لنفسك كل يوم، بلاش كل يوم، لو كل يومين تعملي ساعة لنفسك تقعدي فيها مع نفسك، تشوفي ايه اللي ناقصك اعمليه لروحك، تشوفي ايه محتاجة تستعيديه في نفسك كده وتقعدي كده بجد اهتمي بروحك، ما تنسيش روحك خالص، علشان نفسيا ده كمان ما يبقاش غلط عليك. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين زيزو عمال يلف ورايا ازاي مش مريح. بس عايزه اقول لكم بقى انا خلصت المطبخ حرفيا، وخدت زين بقى نيمته لانه عينه كانت مكسره زي ما قلت لكم. بعد كده بقى عملت كوبايه الشاي بلبن وقعدت مع نفسي. هو ده بقى اليوم بتاعنا، يومنا كان خفيف مش طويل، روتين كده سريع، يا رب يعجبكم. هستنى بقى لايكاتكم وشير كده للقناه عشان عيلتنا تكبر اكبر واكبر، وما تنسوش تدعيلي ان شاء الله ان ربنا يكرمني كده واحل المشكله بتاعه القناه والارباح ترجع على القناه تاني. وهستنى بقى كومنتاتكم الجميلة اللي بتحفزني ان انا اعمل فيديوهات كتير كتير كتير. يا رب الفيديو ما يكونش تقيل عليكم، يا رب اكون خفيفة كده وتكونوا بتحبوا فيديوهاتي زي ما انا بحبكم. مش عارفة اقول لكم ايه، بس كل اللي انا بتمناه منكم يا رب ان انتوا تفضلوا كده، ربنا يديمكم في حياتي على طول، وتفضلوا في ظهري كده وسندني. بصوا زين زين يعني كل ما اشوفه بصراحه عايزه اضحك عليه، مش مريح مش مريح. بره برضو قاعد يشد في الراوتر ويشد في السلوك، يا ابني يا حبيبي اروح عند الانتري ده يجي ورايا، والمخده اللي احطها يشدها ويوقعها. بصوا هو تقريبا زين اللي ما كانش طايقني. مسك بقى، عايزه اقول لكم ان هو مسك الستاند ده وكسر، ربنا يبارك له يعني. شكرا يا زيزو على كسرة الستاند، هنشتري واحد جديد ان شاء الله. مش عايزه بقى اطول عليكم عشان الفيديو يبقى خفيف كده وجميل، زي ما انتم متعودين ان فيديوهاتي كده تبقى خفيفه ومش طويله. انا جيت شويه كده طولت عليكم الفيديوهات، بس بجد ببقى حابه ان انا اكمل معاكم الفيديو للاخر. اقول لكم مع السلامه، وهستنى كومنتاتكم. باي.